لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي المخرج والممثل الأردني أشرف طلفاح قبل قليل. أثر تعرضه لاعتداء من جمهورية مصر العربية أدى إلى نزيف في الدماغ ودخوله في غيبوبة، وفق ما ذكر نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي. وأضاف العبادي أن المخرج أشرف طلفاح كان يركض على سرير الشفاء، وبدوره يحقق الأمن المصري بالحادثة فيما لم ترد النتائج بعد، مطالبا بالتدخل الرسمي السريع لكشف ملابسات الحادث الأليم. وأشار إلى أنه متوجه إلى مصر لمتابعة القضية والمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. مستنية تعليقاتكم وسيبكم في رعاية الله.